في مباراة مليئة بالأحداث عادل يوسف النصيري رقماً مغربياً صامداً منذ أزيد من 70 سنة باسم العربي بن مبارك كأفضل هداف مغربي في الدوري الإسباني برصيد 58 هدف. يوسف النصيري أصبح كذلك رابع أفضل هداف إفريقي في الدوري الإسباني. وخاض النصيري اليوم المقابلة رقم 209 في الدوري الإسباني، وبات على بعد 3 مقابلات من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم نور الدين النيبت. وتعرض نادي إشبيليا لهزيمة جديدة اليوم ضد ريال سوسيداد، حيث انهزم ب2-1، وسجل ريال سوسيداد هدفاً مبكراً في الدقيقة 3 من المباراة، والهدف الثاني في الدقيقة 22، وأخيراً في الدقيقة 62 تمكن يوسف النصيري من تقليص الفارق. وفي الدقائق الأخيرة تعرض سيرجيو راموس لطرد، مما جعل إشبيلية يتراجع. وهذا ترتيب الليغا بعد نهاية مباريات اليوم.